في منطقة القاهرة القديمة بين الأزقة الضيقة والمباني المهجورة يوجد بيت قديم معروف بين السكان بأنه مكان غامض لا يهدأ أبدا، والناس تخاف الاقتراب منه بعد الغروب. ثلاثة شباب قرروا يدخلوا البيت المهجور. الباب اتقفل فجأة وراهم، وكأن قوة غريبة تدفعهم من العودة. الهواء كان باردا رغم حرارة النهار، وكل خطوة يخطوها الشباب صدى غريب يعكس الرعب في المكان. فجأة صوت خطوات صغيرة بدأ يتكرر حولهم، لكن لم يكن هناك أحد. ظل غامض ظهر في آخر الصالة، ظل يتبعهم في كل مكان، وكلما حاولوا النظر إليه عن قرب يختفي فجأة. أحدهم لمس حائط، فجأة شعر بيد باردة تلمس يده، لكنه لم ير أحدا. كتاب قديم سقط من على الرف وحده، وصوت خطوات الطفل أصبح أعلى وأكثر وضوحا، والبيت كله كان يردد صدى ضحك غامض. حاولوا فتح الباب، لكنه كان مغلقا بإحكام. ضغطوا على المقبض، دفعوا الباب بكل قوتهم، وفجأة انفتح. ركضوا للخارج، وكل واحد منهم حلف لن يعود أبدا إلى هذا المكان. حتى وهم بعيدون عن البيت ظل شعور غريب يلاحقهم، وكأن البيت لم يتخلى عنهم أبدا.